سكين متعدد الاستخدامات، مصباح يدوي، علبة أدوية، ونظارات احتياطية. هل تستعد فرنسا للحرب؟ الحكومة الفرنسية تنشر لأول مرة دليلا للنجاة يشرح كيف يمكن لكل مواطن الاستعداد لأي كارثة: فيضانات، حرائق، أزمات صحية، وحتى مخاطر عسكرية. الدليل يوصي بتجهيز حقيبة تكفي ل 72 ساعة، تشمل الماء، الأدوية، الملابس الدافئة، والوثائق الضرورية. لكن المثير للانتباه هو وقت نشر هذا الدليل، فقد جاء بعد يوم واحد من تصريحات رئيس أركان الجيش الفرنسي فابيان موندون. الرجل قال بالحرف: يجب أن نستعد لقبول فقدان أبنائنا، مضيفا أن البلاد يجب أن تستعيد قوتها الداخلية وتكون مستعدة لحماية ما هي عليه حتى لو تطلب الأمر تضحيات كبيرة. تصريحات سببت صدمة وجدلا كبيرا داخل فرنسا، وبدأ كثيرون يطرحون السؤال: هل هناك شيء تهيئ له البلاد؟ خصوصا وأن نفس المسؤول سبق أن صرح في أكتوبر الماضي من احتمال حدوث صدام مباشر مع روسيا في أفق الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة. هذه التصريحات لاقت انتقادا واسعا من قبل الأطياف السياسية بفرنسا يمينا ويسارا. لكن السؤال الآن: هل على أوروبا الاستعداد لسيناريو أسوأ؟ أجيبوني في التعليقات.